تحت الوصاية من المسلسلات اللي سابت بصمة كبيرة في موسم رمضان اللي فات، واللي قدر انه يلفت نظر الجمهور لعدد من القضايا المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية في مصر وتحديدا في مجال الوصاية. المسلسل كان من بطولة منى زكي ودياب، وشارك في بطولته الفنان الشاب أحمد عبد الحميد اللي قدم من خلاله شخصية شنهابي، وكمان كان مؤثر جدا في الأحداث. فين الناس اللي قلت هتجيب؟ ما كل اللي كان ممكن يجوا صارحين على مراكب تانية. في حل، بس بالله عليك تطولي بالك معاه. مطولة اهو. انا مش هجيب لنفسي مصايب، هو ايه ده؟ مفيش مصايب دي ولا حاجة. مرياسة على فكرة. شوف بيتكلم ازاي؟ يا عيب ما بالراحة. كانت وزة شيطان وراحت لحالها. ريسة قلبك ابيض، سوء تفاهم وصفينا. صفا لبن حليبة حمدي. كله تمام. من الأدوار اللي لفتت النظر بشكل كبير جدا في مسلسل تحت الوصاية في موسم رمضان 2023 كان شخصية شنهابي، واللي قدمها الفنان أحمد عبد الحميد، واللي كلمنا عن تحضيره ليها. أنا دايماً عندي منطق كده وأنا شغال إن مفيش شخصية كاملة في الدنيا، ولا أنا ولا أنتي ولا أي حد، كلنا فينا صفات حلوة وصفات وحشة، بس إيه اللي بيبقى غالب أكتر؟ فدايماً دايماً الشخصية عندها منطق، بس لكن طبعاً كنت بحاول إن أنا أخلي الناس مش عارفة تحبه ولا تكرهه يعني. السرحة دي عايزين نشغل العدة التانية اللي في المركب. وليه يا رئيسة؟ ما الغزل الإيطالي جاب طرح كويس النوبة اللي فاتت. نجرب التانية الأول وبعدين نشوف أنهي واحدة تكمل معانا. قصدي يعني إنه خسارة نضيع الجيش ده كله وفي الآخر تطلع على فشوش. فشوش ليه؟ متيسرة بإذن الله. اللي تشوفيه يا رئيسة. روح انت يا شنهابي. ماشي. أحمد عبد الحميد كلمنا عن كواليس تعاونه مع النجمة منى زكي في تحت الوصاية. احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في الدنيا، وهي احلى بني ادمه في الدنيا، وممثله جميله وصادقه وداعمه جدا، فطبعا كانت حاجه عظيمه يعني. يا عم ربيع هنموت من الجوع يا عم ربيع. حد ينده للرئيسة تيجي تاكل معانا. عايزه تاكل معانا ولا تاكلك؟ تاكلني تبقى احلى سرحة، نكسب قرشين ونتدلع. متدلع. خش عليا. ايه تسلم. ايه القرف ده؟ جرى يا عيد. ايه يا عم ربيع؟ انت عامل الطبيخ ده بميه البحر ولا ايه؟ مشاركة بطولة عمل فني مع نجمة كبيرة زي منى زكي ممكن تقلق فنانين كتير لسه في بداياتهم، فهل ده حصل مع أحمد عبد الحميد ولا خلاه متحمس للمشاركة في المسلسل؟ حمسني طبعا، لا طبعا يقلقني ليه؟ بالعكس حاجه حلوه وحمستني وخلتني متحمس اكتر للي جاي، ونشوف هنعمل ايه، فان شاء الله خير يعني. يا حمدي انت زباله، مش لازم يعني تبقى زباله قوي كده. يعني ايه دي؟ عايز رز الصرحه الجايه؟ ايه؟ عايز رز المركب كله؟ هو طالب إيه يا عم ربيع؟ المركب، بس هو هيرضى بربع رزق المركب. المركب ده رزق عيالي. انا اللي غلطان اني جبت كل مركب. أحمد عبد الحميد كلمنا عن نشاطه الفني الفترة اللي جاية. ان شاء الله بحاول اركز شويه في السينما اكتر الفتره الجايه، بس لسه رمضان بقى في كلام على حاجات لسه ما ثبتناش عليها يعني. ماشيهم بمعرفتك، أنا هتصرف. والله ما في بحارة هيوافقوا غيرهم. ما انت شفت اللي حصل على القهوه. ربنا يستر يا رب. هيستر. يا عيد يا حمدي، المركب طالعه جايين ولا ايه؟ اتكلنا على الله. الله بسم الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.